السلام عليكم، اخباركم ايه يا رجال؟ القصه اللي هنحكيها النهارده عن اخطر ساحره في ماليزيا، واسمها منى فندي حليفه الشيطان، واتولدت باسم مزنة اسماعيل في سنه 1956. لكن الاسم ده هيتغير بعد شويه في القصه. والبنت دي من وهي صغيره كان نفسها تبقى مطربه، لكن كل تجاربها في محاوله ان هي تبقى مطربه مشهوره للاسف باءت بالفشل، وعملت البوم غنائي ليها في الثمانينيات، لكن برضه للاسف الالبوم ده فشل. وفي الفتره دي اتعرفت على رجل اعمال غني جدا اسمه محمد فندي. محمد فندي ده كان مؤمن جدا بموهبتها، وهنا اتغير اسمها من مزنة اسماعيل لمنى فندي. وقرر محمد فندي ان ينتج لها اكتر من اغنيه، لكن برضه كل الاغاني اللي انتجها لها كان مسيرها برضه الفشل، لحد ما عرفت انها عن طريق السحر ممكن تحقق كل احلامها وتبقى مطربه مشهوره. فهنا اتعرفت على ساحر، والساحر ده علمها كل السحر الاسود والطلاسم علشان تقدر تحقق لها اي امنية نفسها فيها. وبعد ما اتعلمت اعمال السحر كويس جدا، نسيت حلمها في الغنى والموسيقى، وتحولت وبدأت تركز انها تبقى متخصصة في اعمال السحر بس. وبدأت تحقق شهرة كبيرة جدا في ماليزيا، وبقت من اشهر المعالجين الروحانيين. وتخصصت منى فندي في السحر الاسود، وكان بيجي لها ناس كتير جدا من اماكن بعيد عنها بسبب شهرتها، وانها كانت بتحقق احلام لناس كتير جدا عن طريق السحر ده. وناس كتير من اللي اتكلمت معاها قالت ان ملامحها بدأت تبقى زي ملامح الشيطان، وكانت دايما بتنطق بكلام متلاصم غريبة محدش كان فاهم لها هي بتقول ايه. وكان بيساعدها زوجها محمد فندي بسبب الفلوس الكتير اللي كانوا بيكسبوها من ورا السحر الاسود ده. وبقى عندها قصر كبير جدا موجود لغاية النهاردة في ماليزيا، وبقى عندها عربيات مرسيدس، ونسيت موضوع الغنى ده خالص من دماغها. وبسبب ان اللقاءات بتاعتها كانت بتتم في شكل سري، عملت اكتر من باب سري في القصر بتاعها محدش يعرفه خالص غير هي وجوزها والمساعد بتاعها، لحد لما جه اليوم اللي غير حياة منى فندي خالص. واحد من الشخصيات المثقفة جدا والسياسية اللي كان عايش في ماليزيا، وكان اسمه مزلان محمد. مزلان محمد ده كان نفسه يبقى رئيس البلاد، وعرف ان منى فندي تقدر تحقق كل الامنيات عن طريق السحر الاسود بتاعها. وفعلا اتواصل مع منى فندي وطلب منها ان هي تساعده علشان يبقى رئيس البلاد في ماليزيا. ردت عليه منى فندي وقالت له طب سيبني يومين. وهنا جه في دماغها ان دي فرصة عمرها ما هتتكرر تاني، وقالت لجوزها والمساعد بتاعها ان الفرصة دي مش هتجيلهم تاني ابدا، وانهم يقدروا ياخدوا مبلغ كبير جدا من الراجل ده في سبيل ان هم يخلوه رئيس البلاد. لكن المرة دي منى فندي حاولت تتواصل مع الجن والعفاريت بتوعها كذا مرة، لكن للأسف ما قدرتش تتواصل معاهم. المهم ان منى فندي اقنعت مزلان محمد ان يجيلها البيت ومعاه مبلغ يقارب $1,000,000، وقالت له ان هي لقت طريقة سحرية هتخليه يبقى رئيس ماليزيا. لكن الراجل ده ما كانش يعرف ان هو هيبقى قربان بتتقرب ميه منى فندي للشيطان علشان تبقى اقوى في سحرها. واول ما مزلان محمد دخل القصر طلبت منه ان هو ينام على ترابيزه حواليها كلها ورود، وقالت له ان هي هتعمل له جلسه اسمها تطهير الروح علشان تطرد من جسمه الارواح الشريره وتجيب له ارواح تانية خالص، وان الارواح دي هتساعده ان يبقى رئيس ماليزيا. واول ما نام راح المساعد بتاع جوزها مطير رقبته بالسيف، وبعدين قطعوه ل 18 قطعة. واللي معروف في اوساط السحر ان تقطيع جسم 18 قطعة ده معناه انها بداية لاخطر انواع السحر. وده معناه ان منى فندي قررت تتحالف بشكل كامل مع الشيطان، والشيطان طلب منها انها تاكل من لحمة الراجل اللي قتلته، واكلت منه بالفعل هي وجوزها والمساعد بتاعهم، ودفنوه في حفرة عمقها 5 متر، وعاشوا حياتهم عادي جدا. وفضلوا يصرفوا من الفلوس بتاعة الراجل اللي ضحوا بيه وعملوه قربان للشيطان، لحد ما في يوم اتقبض على المساعد بتاع جوزها في حادثة سير عادية جدا. فالراجل خاف وافتكر ان الشرطة مسكته بسبب القضية بتاعة مقتل الراجل السياسي اللي هو مزلان محمد، وراح معترف بكل حاجة بدون اي تعب. وبعد ما المحكمة حكمت باعدامها راحت منى فندي شكرت المحكمة وقالت للمحكمة انها سعيدة
علشان خلاص اخيرا هتقدر تقابل شيطانها. وساعة تنفيذ الحكم فضلت تردد بالماليزي وتقول اكون ميكن تاكي، وده كان معناه بالترجمة الماليزي ان هي مش هتموت وهترجع تاني. وماتت منى افندي وهي كان عندها 45 سنة، ولحد دلوقتي قصرها موجود في ماليزيا. والناس اللي بتحب المغامرات وقصص الرعب والحاجات دي دايما بتروح تزور القصر ده من باب المغامرة. والناس دي اكدوا لما كانوا بيخشوا القصر كانوا بيسمعوا صوتها وهي بتغني بطريقة غريبة، وبعض الناس بتقول انها كانت بتظهر في مرايات القصر. ودي كانت نهاية قصة منى افندي. عايزكم تكتبوا لي في التعليقات لو رحت ماليزيا ممكن تروح تزور القصر ده ولا لا. سلام.